العراقي وهو يعيش هذه الأزمة السياسية وهذا النقص الحاد في الخدمات وفي كل متطلبات الحياة البسيطة، ماذا نجد اليوم تثار بعض الأمور ومنها وأهمها والتي تثار على شكل يومي في وسائل الإعلام ما يسمى بالحرب وحرب الملفات. هذه الملفات الموقوتة نريد أن نسميها بهذا الاسم. لماذا موقوتة؟ لأن وحين الحاجة حين وقت الحاجة إليها تستخرج هذه الملفات ويبدأ التهديد من قبل السياسيين بين الكتل السياسية. إن لم تنزل عند رغبتي سأفضح ملفاتك. ما هي الملفات التي تفضح؟ ولماذا لا تفضح إلا في وقت اختلاف المصالح؟ حينما تكون المصالح متفقة بين السياسيين لا تكون هناك ملفات فساد ولا ملفات قتل ولا إرهاب، لكن حينما تختلف المصالح تبدأ التهديدات بنشر وإطلاق تلك الملفات وعرضها. ومن هذه الملفات ملفات القتل والإرهاب وملفات السرقات والفساد المالي والإداري، ولا يبقى على أحد ولا يبقى على الجميع التصريحات التي وصلت من أحد المسؤولين أنه يقول بأن فلان قد تجاوز الحد المعقول من القتل، سنقوم بمحاسبته لأنه ماذا؟ لأنه قد تجاوز الحد المعقول من القتل، يعني أن هناك حدا كأنه وضع في الدستور، ما أدري هذه العبارة صحيحة أو غير صحيحة، أن هناك عبارة في الدستور موجودة أنه من حق السياسي الذي يصعد على رقاب الناس أن يقتل من الناس حدا معينا ثم لا يسمح له بالقتل الباقي. هكذا هي الدماء تهدر بلا محاسب وبلا ضمير، دماء العراقيين وأموال العراقيين، وبالمقابل يهدد الطرف الآخر بماذا؟ بأنه سيفضح ملفات الفساد والسرقات.